فتح باب الانتخابات لاتحاد الكوره. الانتخابات طبعا اللي الجماهير كلها بتنتظرها، والاسم اللي بيتردد هو السيد هاني ابو ريده. وانه معاه قائمه يعني من اسماء، في اسماء متداوله. وبدات الكلام على انه هو المرشح الاساسي المتين اللي هيقود كره القدم في المرحله القادمه. والناس بتقول ان هو السيد ابو ريده هو اللي يقدر، وهو الكفاءه، وهو اللي هيستطيع ان هو يخرج الكره المصريه او الاوضاع المترديه في الكره المصريه من كبوتها، رغم ان احنا في 2019 لو رجعنا للتاريخ هنلاقي الكلام ده يعني ما يركبش النهارده. ومع ذلك الباب اتفتح، وعلى ما يبدو يعني الجبل هيتمخض بحاجات يعني ما كانتش متوقعه، باسماء يعني ممكن تكون لها تواجد كبير بشكل يعني واسع. آه، النهارده ما فيش قدامنا غير ان احنا نقول حاجه واحده او نسال سؤال واحد. هو السيد ابو ريده لو ربنا وفقه وعمليه التربيط تمت والراجل وصل، هيعمل ايه؟ برنامجه ايه؟ سياسته في كره القدم واستراتيجيتها ايه؟ تطوير الكره ازاي؟ المعايير الفنيه لاختيارات اي اجهزه فنيه للمنتخبات الوطنيه هتمشي ازاي؟ المناطق اللي هو عين معظمها قبل ما يمشي في 2019، يعني ما حدش واخد باله ان المناطق اتعينت كده اتستفت بشكل مش لطيف. يا ترى المسؤولين في المناطق هيرجعوا اسماء لها شنه ورنه، ولا ناس مالهاش علاقه بالكوره زي معظمهم ما موجود دلوقتي؟ قضيه الحكام والتحكيم هتتحل ازاي؟ حاجات كتيره جدا جدا يعني. ولا هي بس ايه، مساله انه يجي وتفرج بعد كده، او اي حد يجي وتفرج بعد كده؟ اعتقد انه اتحاد الكوره اللي جاي لو ما كانش قوي وعنده فكر يبقى قلته احسن. شكرا لحضرتك.